حاجات في التكنيكال اس يو مهمه لكل مبرمج. فالموقع ممكن يكون شغال 100%، بس بالنسبه للظهور في جوجل وفي الاي اي في مشكله كبيره. اول حاجه وهي ال HTML structure، يعني يكون عندك HTML structure في الموقع واضح ومنطقي ومترتب بشكل صحيح، H1 H2 H3 والتفريعه بتاعته صحيحه، يعني H3s هم متفرعين بالفعل من H2 وهكذا. وما تستخدمش الهيدنج تاجز في التصميم، يعني استخدمها بس عشان تنظم الهيدرز، لان الكراولرز بيقراوا ال HTML كلغه لفهم المحتوى والعلاقه بين المحتوى وبعضه مش كشكل. لكن ممكن تستخدم CSS لو عايز تظبط الشكل او الحجم، لكن بلاش تستخدم ال H tags. تاني حاجه استخدم ال SSR او ال Server Side Rendering للاجزاء المهمه في المحتوى. بلاش الكلاينت سايد ريندرنج يكون متحكم في كل المحتوى في الصفحه، يعني ممكن تستخدم الكلاينت سايد في صور ايقونات وحاجات شبه كده، لكن المحتوى حاول يكون بالبيسك HTML and CSS. وده لان الريندرنج للجافا سكريبت اصعب على جوجل، وكذلك مستحيل بالنسبه للاي اي بوتس بيزد على الحاله الحاليه وقدرتهم الحاليه وبناء على اكسبيرمنتس كتير. ثالث حاجه تجنب الريدايركشن تشين، حاول تخلي الريدايركشن مباشره من السورس للديستنيشن الاخيره وخلاص. لو الرابط بقى موجود بلاش نعدل عليه او نعدل في اليو ستراكشر بتاعته الا تحت اشراف الاس يو وتوجيهه يعني. رابع حاجه وهي ان يكون في نسخه واحده بس لكل رابط، يعني نسخه واحده بس سواء كانت HTTPS او HTTP، بس طبعا HTTPS، سواء كانت www او من غير www، سواء كانت كابيتال وسمول، سواء كانت هايفن او اندرسكور، سواء كانت سلاش في اخر اليو ار ال او من غير سلاش في اليو ار ال. في النهايه محتاج تنفورس شكل واحد بس ونسخه واحده بس من اليو ار ال، والباقي طبعا يكون في 3-1 ريدايركشن من اي شكل تاني للشكل الستاندرد او المعتمد عندك. خامس حاجه الاهتمام بالسيرفر ريسبونس تايم. البوت مش صبور، السيرفر لو بطيء في الغالب الزواحف هتزورك بشكل اقل، زيارات اقل يعني اكتشاف اقل يعني رانكينج اقل، وبالتالي في النهايه سيلز اقل. الافضل يكون الافريج ريسبونس تايم حوالين 400 ملي سكند او اقل كمان. في النهايه التكنيكال اس يو مش تشيك ليست، ده نظام بيحدد سؤال واحد: الموقع ده قابل للفهم من الماشين ولا لا. وتقدر تشوف الفيديو الطويل على القناه، ناقشنا فيه حاجات تانية غير الخمسه دول، وناقشنا كمان الخمسه دول بالتفصيل. وقول لي رايك في التعليقات، هل انت متفق معايا مختلف؟ ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.